كثيرا ما نلاحظ أن العديد من أصدقائنا وأقاربنا وأفراد عائلتنا لديهم نتوء صغير في رقبتهم، ويفترض تقريبا أنه جزء من جسمهم. كما تعلم، هكذا هي رقبتهم. في معظم الأحيان يكون لديهم عقدة درقية بسيطة. هناك غدة درقية تقع على الرقبة تحتوي على نتوء صغير، مما يجعل الحلق يبدو بارزا قليلا. هذا هو عقدة بسيطة، وعندما يذهبون إلى العديد من الأطباء سابقا ويتم فحصهم، ولتشخيص المشكلة يتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، وسوف يظهر فحص الموجات فوق الصوتية وجود عقدة. وهذه العقدة لن تكون سرطانية، بل عقدة بسيطة جدا، ومعظم الأطباء كانوا سيقترحون أنه لا داعي للقلق، فقط اتركها. لذا الآن انتهى الانتظار، لا مزيد من الانتظار حتى تصبح عقدة الغدة الدرقية سرطانا في مرحلة لاحقة من حياتك، ثم تذهب لإزالة الغدة الدرقية. قبل ذلك، عندما ترى العقدة، يمكننا الآن علاجها بتدخل الأشعة بدون ندوب في رعاية يومية، ويمكنك العودة للعمل في اليوم التالي. لذلك لن تعيق هذه العملية نشاطك اليومي، وأيضا هذه العملية بسيطة جدا. هناك علاجين رئيسيين يمكننا تقديمهما من خلال تدخل الأشعة لعلاج هذه العقد الدرقية. أولا، إذا كان لديك عقدة صغيرة، سنقوم فقط بإدخال إبرة صغيرة في العقدة وحرقها. هذا المصطلح يسمى الاستئصال. في الاستئصال يحدث توليد للحرارة في منطقة محورية جدا، توليد حرارة بحجم 3 ملم أو 5 ملم داخل العقدة، وهذا يؤدي إلى تقلص العقدة مع مرور الوقت. من شهر إلى 3 أشهر ستبدأ هذه العقدة في التقلص وتموت. الشكل الآخر من العلاج هو الانصمام. كيف ومتى نعتبر هذا الانصمام؟ الآن إذا كان لديك عدة عقد في الغدة الدرقية بأكملها وكان العنق كله منتفخا، فلا يمكننا الاستمرار في حرق جميع العقد. إنها عملية مرهقة للغاية. خلال هذا الوقت نفضل إيقاف تدفق الدم إلى العقد المتعددة، وبالتالي نقص التغذية في هذه العقدة، وتبدأ العقدة في التقلص. وهذه عملية بسيطة جدا، لا يتطلب البقاء في المستشفى لفترة طويلة. لا يوجد قطع في رقبتك، لا يوجد ندبة، وهي تقنية متقدمة للغاية تم استخدامها. في الانصمام ندخل إلى إمداد الدم للغدة الدرقية، بينما في الاستئصال ندخل مباشرة من الجلد إلى تلك العقدة ونحرقها. لذا إذا رأيت كتلة في رقبتك أو في رقبة أي من أصدقائك أو عائلتك أو أقاربك، فلا تتجاهلها. أول شيء يجب عليك فعله هو إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، ومن خلال هذا الفحص نتمكن من معرفة عدد العقد ومكانها وإلى أي فئة تنتمي. ثم قد تحتاج إلى إجراء فحص FNC، وهو فحص الخلايا بالإبرة الدقيقة، حيث يتم إدخال إبرة صغيرة ونتعرف على ما إذا كانت هذه الآفة سرطانية أم لا. بمجرد أن نعرف نوع الآفة، يتم التخطيط للعلاج وأحدث إجراء رعاية يومية بدون ندوب لدينا هو استئصال الغدة الدرقية والانصمام. إذا كنت مرشحا مناسبا لذلك، لدينا في مستشفيات أبولو منشأة متطورة. شكرا لك.